اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل كنافة بالمانجا وكنافة بمربى الحليب كمان. بطريقة سهلة جدا وطعم بجد يعني تحفة، احلى بكتير ما انتوا تشتروها من بره، واوفر اوفر كتير جدا كمان. تعالى اقولك على اول حاجة. كان معايا نص كيلو من الكنافة. هنقطعه مش حتت كبيرة قوي ولا حتت صغيرة يعني، لان الكنافه اوريدي اصلا لما تتحمر فهتتكسر معايا، يعني هتبقى حتت صغيره. فمش شرط يعني اللي انت تقطعيها حتت صغيره قوي. هنقطع الكنافه. مش شرط اللي يكون الكنافه في الفريزر يعني علشان اللي انت تقطعيها، لا احنا عايزينها تبقى حتت كده كبيره او صغيره. مش شرط يعني تكون حتت صغيره خالص. بس بعد ما قطعنا الكنافه هنوزن بقى السمنه بتاعتنا. هو المفروض اخد 200 جرام من الزبدة بس. فانا حطيت كده الزبدة بتاعتنا فجت 211 جرام، مش 210، لا 211 جرام بالظبط. فقلت مش مشكلة، ما جاتش من 11 جرام يعني. فهستعمل ال 211 جرام من الزبدة. بس هو المفروض يبقى 200 جرام بس من الزبدة. اصل ال 11 جرام ده زي مثلا معلقة، فانا قلت مش مشكلة. انما لو انت هتعملي يبقى هو 200 جرام بس من السمنة او الزبدة ايا كان اللي انت هت هتعملي بيه الكنافة. بس حطيت الزبدة لحد ما دابت كويس يعني ساحت. وبعدين نزلت بالنص كيلو من الكنافة. هنقلب بقى كويس الكنافة. في الاول كده هي بتاخد وقت في التحمير الحقيقة. انما اول ما تبدأ اللي هي تاخد بقى لون ذهبي كده، فهي ايه، مش بتاخد وقت بقى يعني. بدأت في التحمير خلاص فهي مش بتاخد وقت. فانتي لو سهيتي عليها او ما فضلتيش تقلبي فيها كده على طول فممكن تتحرق معاكي. فاهم حاجة اللي هو التقليب المستمر طول ما انت واقفة بتحمري الكنافة بتاعتك علشان ما تتلسعش منك او تاخد لون يعني غامق شوية. احنا عاوزين الكنافة بتاعتنا تكون لونها فاتح مش لونها غامق، يعني دهبي فاتح كده. وبعدين بعد ما حمرنا الكنافة كويس هنزل بيه 3 ارباع كوباية من السكر البودر. مش هحط شربات او سيرب تقيل، لان الشربات او السيرب بيخلي الكنافة مع الوقت لو قعدت يوم او كده تطرى. فاحنا عاوزين الكنافة تحتفظ بالقرمشة بتاعتها، تبقى مسكرة السكر اللي هو المظبوط، وتبقى محتفظة بالقرمشة بتاعتها برضو. فانا بفضل السكر البودر مع طريقة الكنافة دي، مش بفضل الشربات خالص. بس بعد ما قلبنا السكر البودر كويس مع الكنافة هنعمل بقى الكريم شانتيه. كان معايا كوبايتين من المية وعليهم نص كوباية من السكر ومعلقتين من اللبن البودر، وبعدين هندوب السكر كويس. وبعدين هننزل بيه الكوباية من الكريم شانتيه الخام. افضل نوع كريم شانتيه ممكن تستخدميه المتحدة. يعني لما تروحي مثلا سوبر ماركت او اي حاجة تشتري كريم شانتيه او عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني، قولي له انا عايزة نوع الكريمة يكون متحدة. افضل نوع واحسن نوع ممكن تجربيه واطعم نوع الحقيقة. بس هنا ملك طبعا كانت هي اللي بتساعدني في الوقت ده. فبعد ما ضربت بقى الكريمة كويس جبنا بقى المانجا. في ناس بتحط جيلي مانجا، بتجيبه وتفضي الكيس بتاعه تحطه في ميه وتفضي الكيس، او ما تحطوش في ميه برضو، بتفضي الكيس على المانجا كده. عموما ليه بقى هما بيحطوا كده؟ علشان يدوا المانجا لمعة، تكون فيها لمعة كده ما تكونش مطفية. فانا عندي اللي هو ملمع الجل. ملمع الجل ده بيبقى ملمع كده شفاف، مش بيبقى فيه اي لون، هو بيبقى شفاف وبيدي لمعة بقى سواء للفاكهة او لاي حاجة انت بتعمليها. فانا حطيت معلقتين كده من ملمع الجل، خلى المانجا بقى لونها ايه، بقى فيه لمعة كده بسيطة. وبعدين جبت بقى الطواجن بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها الكنافة. حطيت اول حاجة كريم شانتيه وبعدين هننزل بيه طبقة من الكنافة. خطوة بقى هنا مهمة، لما تيجي تحطي الكنافة ما تحطيش وتتكي عليها، يعني ما تكبسيش الكنافة بتاعتك. لا خليها تبقى ايه يعني، بصوا زي ما انتم شايفين كده انا بحطها ومش بتك عليها ولا اي حاجة خالص. خليها ايه، تبقى يعني مش مكبوسة، مش اللي انت تضغطي عليها، لا ما تضغطيش عليها خالص. بصي حطي الكنافة زي ما انا بعملها كده بالظبط.
بس. وبعدين هنحط بعد ما نحط طبقة الكنافة هنحط بقى طبقة من المانجا. طاجن هعمله بيه المانجا، والطاجن التاني هعمله بيه مربى الحليب. ممكن تستبدلي مربى الحليب وتعمليه بنوتيلا، تعمليه بشوكولاته بيضه، ممكن تعمليه باي صوص بقى، فراوله، مانجا، اي صوص انت عاوزاه او بتحبيه او متوفر عندك. مش شرط يكون يعني الحاجة اللي انا بعملها. انا بديكي بس افكار وطريقة تعملي بيها، ان شاء الله باذن الله هتطلع معاكي ناجحة جدا، وطعم وريحة تحفة. وهنا طبعا كنت بحط مربى الحليب، بس كنت خفاها شوية بشوية من المية بس، علشان تبقى خفيفة معانا كده، ما تكونش تقيلة. بعد ما حطيت طبقة المانجا هحط تاني طبقة من الكنافة بسيط كده، وبعدين هنزل بيه الكريمة. ممكن تعمليها الكنافة دي في بولات صغيرة زي اللي انا عاملاه الصغير ده، او ممكن تعمليه في طواجن يبقى على قد مثلا فرد واحد او شخص واحد يعني، هتكون برضو حلوة، يعني مش هكون فيها اي حاجة بس. وبعدين هنا بقى علشان البولة دي كانت صغيرة، فما فيش مساحة اللي انا احط كنافة تاني، فانا حطيت طبقة واحدة بين الكنافة، وبعدين حطيت الكريمة اللي هي على الوش دي هتكون اخر حاجة. وهنا بقى هحط كمان طبقة من الكنافة بعد الكريمة. وبعد ما احط طبقة الكنافة هنزل بقى برضو بطبقة تانية من الكريمة، وبعدين هنحط المانجا على الوش، هتبقى اخر حاجة في الطاجن. مش شرط بقى الكنافة دي ان انت تدخليها التلاجة، هي ممكن تتاكل كده على طول من غير ما تسقع ولا اي حاجة خالص. هتبقى بصي تحفة جدا. الكريمة مع المانجا والكنافة بقى فيها يعني سنة قرمشة كده، كانت طعمها حكاية بجد. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا. بس اهم حاجة ان انتي ما تكبسيش الكنافة وانتي بتحطيها في الطاجن، خليها تبقى ايه، مفرفطة كده زي ما بيقولوا بس. وبعدين هنا بقى جبت الكريز، هنحط، كنت عايزة احط بس كريز من اللي هو الاحمر ده، وبعدين ملك قالت لي ايه حط كمان الاسمر ده هيخلي شكلها احلى كمان، فحطيت. مش عارفة بقى هو كده احلى ولا لما احط اللي هو الكريز الاسمر هتبقى احلى يعني. بس. وهنا حطيت واحدة كريز من الاحمر ده. صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلى وسلم على سيدنا محمد. وكده خلصنا الطاجن اللي هو بالمانجا. هنجيب بقى الطاجن التاني اللي هو بمربى الحليب، هنحط بقى طبقة من الكريمة، وبعد كده هحط برضو طبقة من الكنافة، واخر حاجة طبعا هتبقى الكريمة، وعلى الوش كده هحط مربى الحليب بس. ممكن برضو يعني تستبدلي مربى الحليب لو هي مش متوفرة عندك بنوتيلا، بشوكولاتة بيضاء، بأي صوص انتي بتحبيه يعني. مربى الحليب بتجيبيها من عند اي حد بتاع مستلزمات حلواني، مش فاكرة كان الكيلو بحاجة و70 او حاجة و80، انا كنت جايباه بقالي كتير يعني. دلوقتي طبعا علشان مش عارفة الغلا ده كل شوية فيه غلا والكلام ده، فاكيد هي غليت اكتر من كده. ممكن تستبدليها اللي انت تعملي الصوص الكراميل في البيت. هو صوص الكراميل بيبقى قريب شوية من طعم الكراميل، من طعم مربى الحليب، سوري، من طعم مربى الحليب. بعد ما نسوي الكريمة كويس هننزل بقى بمربى الحليب، هوزعها كويس على الكريمة. انا بساوي الكريمة هنا علشان مربى الحليب لما اجي احطها ما تبقاش في حتة يعني عالية وحتة ايه، مربى الحليب ما تبقاش فيها كتير وهنا شوية وكده، تبقى كلها زي بعضها. هسويها كويس، هوزعها كويس على الكريمة، وبعدين هنعمل بقى بشوكولاتة بيضة خطوط كده، او بكريمة برضو بس تخفيها شوية تبقى خفيفة ما تبقاش تقيلة. هنعمل خطوط خطوط، وبعدين بالخلة كده او عصاية شيش طاووق وهتعملي بيها. هوريها لك دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بس كده يكون خلصنا بقى الفيديو بتاعنا. يعني اتمنى ان انتوا تجربوه ان شاء الله باذن الله، الطريقه دي هتعجبكم جدا. اوفر بكتير. انت الطاجن ده لو رحتي اشتريتيه من بره مش اقل من 200 جنيه،
خالص، يعني مش اقل من 200 جنيه. احنا عملناه في البيت اوفر بكتير وطعم احلى ومضمونة وعارفة انت حاطة فيها ايه وعاملاها ازاي. فخليكي في البيت واعملي كل حاجة في البيت، اوفر واحسن واطعم ان شاء الله باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.